الحكاية بتبدأ مع العالم جاكي. جاكي مهمته يجمع الآثار النادرة، وكان في معسكر شديد الحراسة لأنه سرق تمثال غالي جدا، وأول ما الجنود لاحظوه انطلقوا وراه بأقصى سرعتهم. وهنا جاكي استخدم بدلته المميزة. البدلة دي فيها عجلات من كل اتجاه، ومهما الجنود حاولوا يخبطوه أو يوقفوه ما كانوش قادرين، لأن عجلات بدلته ساعدته يتفادى الصدمات. ده غير إنه اتسلل تحت العربيات بدون ما أي حد يلاحظ، وقدر يتفادى المسامير اللي الجنود وضعوها بمهارة، ودخل في أنبوب مياه لحد ما هبط على شبكة خاصة أصدقائه جهزوها ليه. أول ما جاكي نجا بحياته وصلوا تليفون من صاحبه بيقول له فيه إن ليه عنده مهمة صعبة جدا هتكسبه ملايين الدولارات. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث لرجال أعمال أغنياء، وهما بيتكلموا عن التماثيل الصينية النادرة، وكانوا عايزين يبيعوها بمبالغ مالية رهيبة. أما جاكي راح عشان يقابل عالم آثار وسأله عن ال 12 تمثال الصيني وعن تاريخهم. فالعالم قال إن التماثيل دي كانت موجودة في قصر الإمبراطور، لكن الإنجليز اقتحموا القصر وسرقوا كل حاجة فيه. ده غير إنه ورى جاكي تقليد مطابق للأصل من التماثيل الحقيقية. فجاكي استغل إنه مش واخد باله واستخدم قفازات عالية التقنية عشان يساعد أصدقائه يعملوا نسخة ثلاثية الأبعاد للتماثيل. بعد كده اتنكر على شكل مصور في ناشونال جيوغرافيك وراح عشان يقابل صحفية مجتهدة، وعرف منها إن راس تمثال الفار والأرنب موجودين في بيت واحد من الناس الأغنياء. فقرر يقتحم بيت الراجل الغني ويسرق التماثيل. الحماية كانت قوية جدا، لكن أصدقاء جاكي شفروا إرسال جميع الكاميرات وساعدوه يتسلل لداخل البيت بدون أي مشاكل. جاكي تتبع آثار الرجل الغني لحد ما وصل للمكتبة الخاصة بيه، وقبل ما يبدأ البحث اتفاجئ بعاملات النظافة فاستخبى على الرف. وهنا جاكي لاحظ ترتيب غريب للكتب واكتشف ان في باب سري، وبعد ما عاملات النظافة مشيوا جاكي فتح الباب الخفي واكتشف ان الراجل الغني معاه آثار كتير مسروقة. فقعد يدور لحد ما لقى رأس تمثال الفار والأرنب، وكمان لقى بعض الآثار الفرعونية القديمة واخدها معاه. ده غير انه لاحظ لوحة نادرة جدا، حتى أصدقائه اتصدموا من حظه الرهيب. بعد ما جاكي سرق الآثار وهو خارج واحد من الحراس لاحظه وحذر الجميع. للأسف كل الحراس طردوا جاكي بسرعة البرق، ولأنه اتحاصر في ثواني اضطر يقفز من الشباك واتسلق لخارج البيت ببراعة، لكنه اتفاجئ بمجموعة من الكلاب الشرسة. طبعا جاكي احتار وما كانش عارف يعمل ايه، لدرجة انه دخل في متاهة ضخمة من غير ما يقصد، وكلم اصدقائه عشان يساعدوه لكنهم ما قدروش لانه مش ظاهر على الرادار. وهنا جاكي اخرج الباراشوت الخاص بيه وحاول انه يستخدم ضغط الهواء عشان يقفز فوق حواجز المتاهة، لكنه فشل والكلاب حصروه. فمسك 2 منهم علمهم الادب، لكنهم كانوا كتير جدا. في النهاية جاكي نجح في استخدام الباراشوت الخاص بيه وخرج من المتاهة بدون ما الكلاب تمسكه. واول ما هبط في الشارع اتفاجئ بالصحفية اللي اخد صور التماثيل منها. الصحفية دي اسمها كوكو، وكانت فاكرة ان جاكي شغال مصور في ناشونال جيوغرافيك وما كانتش فاهمة هو بيعمل ايه. فجاكي قال انه هيفسر لها الموقف باسرع وقت. جاكي قابل واحد من اصدقائه اخيرا، واول ما وصل المقر الخاص بيه كلم الصحفية كوكو وقال لها انه عالم آثار ومهمته يرجع ال 12 تمثال المسروقين من الصين. لكن في وسط كلامهم فجأة مجموعة من الحراس وصلوا وكانوا عايزين يرجعوا تمثال الفار والأرنب اللي جاكي أخدهم من بيت الراجل الغني. طبعا جاكي وصديقه بدأوا يقتلوهم، بس البوليس وصل وقبض عليهم كلهم. في النهاية البوليس ترك جاكي وصديقه وكوكو يخرجوا بدون أي مشاكل، لأن مفيش أدلة تثبت إنهم حرامية. وأول ما جاكي خرج قابل سيدة إنجليزية اسمها كاثرين ودعته لبيتها. كاثرين قالت لجاكي ان جدها كان في الجيش الانجليزي وجمع آثار كتيرة من الصين. وفي وسط الكلام جاكي لاحظ راس تمثال الديك، فكاثرين قالت انها هتفيده بكل المعلومات اللي هو محتاجها مقابل انه يساعدها تعرف جدها اختفى فين. بالفعل جاكي قرر يساعد كاثرين، لكنه قدر يغفلها وعمل نسخة من راس تمثال الديك بمساعدة اصدقائه عشان يسرق الاصلي. وبكده بقى معاه راس الفار والارنب والديك، وفاضل 9 رؤوس عشان يجمعهم. بعد فترة قصيرة جاكي استخدم المعلومات اللي كاثرين وفرتها ليه، وعرف ان باقي التماثيل ممكن يكونوا متخبيين على جزيرتين وسط البحر. فانطلق في رحلة طويلة لحد ما وصل للجزر، وبدأ بالبحث مع كاثرين والصحفية كوكو وباقي اصدقائه. لما جاكي هو ومساعدته كانوا بيدوروا على رؤوس التماثيل بكهف مظلم سمعوا نداء استغاثة، وهنا بنعرف ان كاثرين وكوكو اتورطوا بمشكلة كبيرة وكانوا هيقعوا ما بين الاشجار. طبعا جاكي حاول يساعدهم لكنه فشل
فشل ووقع معاهم، وهما التلاتة اتعلقوا على الاغصان. للاسف كاثرين وكوكو وجاكي سقطوا من مكان عالي جدا في قاع الجزيرة، ومع ان كاثرين ما اتصابتش الا ان كوكو رجلها اتكسرت، فمساعدة جاكي حضرت عشان تداوي جروحها. وهنا بالصدفة كاثرين لقت اجزاء مكتوب عليها اسم سفينة جدها، ولما دورت مع جاكي اكتشفت الخاتم الخاص بيه، فجاكي بدأ يبحث معاها بالمكان، ورأس تمثال المعزة كانت موجودة تحت الحطام، لكنه ما اخدش باله منها وكمل بطريقه. جاكي امر اصدقائه يفتشوا كل حتة، لان احتمال كبير يبقى في اثار نادرة موجودة ما بين الاشجار. لكن فجأة بيير ظهر. بيير يبقى قائد حراس الراجل الغني اللي جاكي سرق منه التماثيل، وكان عايز يخلص عليه ويرجعهم. بس قبل ما بيير يهاجم جاكي، مجموعة من القراصنة خرجوا من وسط الاشجار، فجاكي طلب من بيير يتعاون معاه ويساعده في الهرب. قائد القراصنة سأل جاكي هو بيعمل ايه على الجزيرة، وقبل ما جاكي يرد عليه بيير الندل غدر بيه وقال انه مش عايز اي مشاكل وانسحب من المكان زي الكلب. جاكي انتظر الفرصة المناسبة وقدر انه يغفل واحد من القراصنة وخلاه يضرب البازوكة الخاصة بيه، فالصاروخ مسك في اغصان الاشجار. وهنا جاكي واصدقائه استغلوا تشتت تركيز القراصنة وحاولوا يهربوا، لكن القراصنة فضلوا وراهم وقتلوهم بشراسة. في البداية جاكي اظهر مهاراته الخرافية بالفنون القتالية، لانه كان معلم كونج فو قبل ما يبقى عالم اثار، وقدر انه يمسك القراصنة يطحنهم بمساعدة كاثرين وكوكو وبقية اصدقائه. وفي وسط المعركة بنكتشف ان القراصنة معاهم راس تمثال التعبان، وكانوا مخبيينه بمكان سري، بس في النهاية قائد القراصنة هددهم بالسلاح وكان هيخلص على الجميع. وهنا الصاروخ اللي مسك بالاغصان ظهر من جديد، فالكل حس بالرعب وثبت في مكانه. اول ما الصاروخ قرب ينفجر الكل هرب باقصى سرعتهم، فجاكي واصدقائه اخدوا راس تمثال التعبان، وبالصدفة لقوا راس تمثال المعزة تحت الحطام. ده غير انهم قذفوا خلية نحل على بيير والقراصنة، واتجمعوا كلهم على جذع شجرة ضخم جدا واتزلجوا ما بين الاشجار عشان يهربوا وينجوا بحياتهم لحد ما وقعوا في النهر بامان. من حسن الحظ جاكي واصدقائه اتمسكوا بجذع الشجرة ونجوا من الغرق، لحد ما واحد من اتباعهم ظهر ومعاه المركب الخاصة بيهم. طبعا جاكي وكل اللي معاه احتفلوا لانهم قدروا يلاقوا راس تمثال التعبان والمعزة، وبكده بقى معاهم 5 رؤوس من ال 12. لكن بعد الاحتفال بالصدفة الصحفية كوكو لقت صورة لجاكي مع واحد من اكبر تجار الاثار في العالم، فحست بالغضب وقالت انه كذب عليها لانه بيجمع رؤوس التماثيل عشان يبيعها مش يرجعها للصين. فجاكي قال ان الفلوس هي اهم حاجة والتماثيل عدى عليها الاف السنين ومبقاش ليها لازمة. للاسف كوكو اتخانقت مع جاكي وقالت انها هتسيبه اول ما السفينة توصل للبر، وبعد فترة قصيرة كل رؤوس التماثيل اللي جاكي لقاها اتباعت في المزادات. اما الصحفية كوكو نظمت مظاهرات وحاولت انها تمنع بيع الاثار الصينية، ولما كانت مع اصحابها اتفاجئت ان اخوها وصديقاتها اتخطفوا ومش لاقيين ليهم اثر. ده غير ان راس تمثال التنين ظهرت اخيرا واتباعت لشخص غني جدا باكتر من 60 مليون دولار. فجاكي حيا اصدقائه على مجهودهم وطلب منهم يستريحوا ويجهزوا نفسهم لانه عايز يسرق راس التنين، لكنه اتفاجئ ان كوكو رجعت من جديد وكانت بتعيط لان اخوها وصديقاتها اتخطفوا بسبب المظاهرات اللي بيعملوها. طبعا جاكي حس بالذنب لان هو السبب في الفوضى دي كلها، حتى مساعدته اتخانقت معاه وطلبت منه يساعد كوكو. بالليل جاكي راح عشان يقابل كونج. كونج يبقى اكبر تاجر اثار غير قانوني في العالم، وهو اللي اشترى رؤوس التماثيل من جاكي عشان يبيعها في المزاد. لكن جاكي كان يعرف ان هو اللي خطف اخو كوكو وصديقاتها وحاول انه يستخرج بعض المعلومات منه. وهنا كونج اظهر ان عنده مختبر كامل بيقوم بتزوير وتهريب الاثار للعالم كله، واتضح انه سرق مئات القطع النادرة من بلاد مختلفة. بعد فترة قصيرة مايكل ظهر. مايكل شغال حرامي اثار زي جاكي بالظبط، والاتنين بيكرهوا بعض ودايما بيتنافسوا. في البداية مايكل اتحدى جاكي وقال ان اللي هيلمس الارض يبقى الخسران، والاتنين بدأوا يتقاتلوا على الكراسي. وهنا بتظهر مهارات مايكل بالفنون القتالية لانه قوي وسريع وقدر يتفادى كل الضربات، لكن جاكي اتصداله بمهارة والاتنين اتعادلوا في النهاية. وهنا كونج ظهر وقال لهم يبطلوا لعب، فجاكي طلب منه يحرر اخو كوكو وصاحبتها من الاسر. للاسف كونج رفض طلبه بدم بارد، وجاكي قاتل كل الحراس بدون خوف وبدأ يدور على الاسرى في كل حتة. من الاول جاكي سيطر على اعدائه مع انهم اكتر منه في العدد، واستخدم الادوات المحيطة به كاسلحة لانه محترف بالحركات البهلوانية ولياقته البدنية عالية. ده غير ان في واحد من الحراس خبط جهاز ضغط الهواء بالغلط وقرب ينفجر، وهنا جاكي دخل وسط الاستوديو
الاستوديو والكاميرا صورته وهو بيطحن الجميع لدقايق طويلة. في النهاية جاك انتصر على اعدائه وكمل بطريقه، بس فجأة جهاز ضغط الهواء التحميل عليه زاد وانفجر بسبب الحارس اللي ضربه بالغلط. فجاك استغل الانفجار وقدر انه يوصل لاخو كوكو وصديقاتها عشان يحررهم من الحجز. بعد ما جاكي انقذ الاسرى قابل لوريس. لوريس هو رئيس كونج وقائد عصابة تجار الاثار، واعتذر لجاكي لان كونج خطف اصدقائه وطلب منه يكمل شغل معاه. وهنا بنعرف ان لوريس سمح لجاكي يمشي بامان لانه محتاجه عشان يساعده في الوصول للاثار النادرة. تاني يوم في مفاجأة كبيرة حصلت وانتشر على الاخبار ان راس التنين اتسرقت، ده غير ان لوريس امر مايكل واتباعه يطيروا فوق اكبر بركان في العالم ويرموا راس التنين فيه. طبعا كل الاخبار غطت الحدث الرهيب ده، واول ما مايكل ومساعديه قفزوا من الطيارة فجأة جاكي ظهر بدون سابق انذار وبدأ يقاتلهم. جاكي كان لازم ينقذ راس تمثال التنين لانها تعتبر جزء من تراث بلده، وقدر انه يعطل 2 من اتباع مايكل. بس مايكل عنيد جدا وفتح الباراشوت الخاص بيه لمنع جاكي من الوصول لراس التمثال. فجاكي فك كل معداته وانطلق في الهواء بسرعة البرق، وقدر يمسك التمثال على اخر لحظة قبل ما يقع في نار البركان، لكنه صدم الجبل بشدة. ومع انه استخدم وسادات الامان اللي كانت موجودة بالبدلة الخاصة بيه الا انه اتصاب وعظمه اتكسر. فمايكل انبهر بقوته وعزيمته الرهيبة وسلمه راس التنين بنفسه. بعد فترة قصيرة جاكي عالج جروحه بالمستشفى وكل اصدقائه اطمنوا عليه، حتى مايكل ومساعدته حيوه على شجاعته وقالوا انهم رجعوا الاثار المسروقة لبلادها. فجاك احتفل مع الجميع بسعادة. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.